بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة جامع الحقائق وأفضل الخلائق. حقيق بالتاريخ أن يكتب كلمات ويخط سطورا ليرسم ملامح رجل إن نظرت لوجهه لن تتمالك عن الدهشة والانبهار إعجابا، لن تتمالك عن القول لله رجال. نعم، لله رجال كانوا بيننا بصلاحهم وتقواهم، وظلت ذكراهم ناقوسا يدق ويردد صدى صورهم وكلماتهم ومواقفهم. نعم، رجل اجتمعت فيه عصامية التكوين وصدق المعرفة وغزارة العطاء. نعم، رجل اسمه الحاج المبروك بن الصادق بالحاج، شهر الهاشمي. ميلاده كان يوم 22 رمضان 1347 للهجرة، الموافق ليوم 2 مارس سنة 1929، وكان انتقاله للرفيق الأعلى كذلك في شهر رمضان ليلة 11 منه، الموافق ليوم 28 ديسمبر 1998. عاش سيد الحاج المبروك 69 سنة زاخرة بالعمل والعلم والعطاء والولاء. 69 سنة مدة قصيرة حين نتفحص مراحلها في زمن تعيشه مدينة صفاقس بالفقر والاستعمار والحرب العالمية الثانية، في زمن كانت الحاجة شديدة ليكون سيد الحاج المبروك من المنقطعين عن الدراسة مبكرا، بعد أن قضى 6 سنوات بمدرسة الحاج خليفة للتعليم الابتدائي، ليكون مشروع تاجر صغير مع والده في بيع المواد الغذائية في ميناء مدينة صفاقس، خصوصا عند حلول البواخر الأجنبية، وليكون مشروع رجل عصامي في تكوينه بعيدا عن كراسة الدراسة، بإتقانه لغات عدة مثل الإيطالية والألمانية والفرنسية والإنجليزية. وقت اللي خرجت مع الوالد نخدم في البابر في البواخر، نبيعوا السلعة للبواخر. شو تعرف اللغات اللي تعرف اللي تحسنها؟ شوية برا على حسب الحسان بتاع التجارة، برا شوية طليان، فرنسيس، نرويج، سويد، دنمارك، انجليز، المان، شوية جريج. جيل البطوات وهو يحفظ اللغات، الناس ما تعرفهاش، هو يشري سلعة ما يشتريهاش حتى واحد مش بان، كل السلعة اللي يلقاها كل يشتريها ويجيبها للحانوت. هذا باش يمتاز في التجارة. مشروع رجل تحصن في الثلاثينات بحفظ نصيب من القرآن الكريم، وقد أراد الله به خيرا حين جعله في هذا السبيل، فلو واصل تعليمه لنيل الشهائد لما وصل إلى ما وصل إليه من فتح رباني، وقد تخصص فيما بعد في التصوف وتفرغ إلى الذكر مع أهل الله، ولما تحصل على نصيب وافر من العلوم الدينية والدنيوية. ذات يوم وحين كان يمارس عمله التقى برجل أصيل اليمن الشقيق. هذا الرجل كان يترنم بكلمات، كان ينشد قصيدا، كان ينشد أهل الله رهم حازوا يا سمع قولي أصغاه، كلمات
دقت في قلب سيد الحاج المبروك، ولحن شنف سمعه، فشد انتباه سيد الحاج المبروك وجمع بضاعته واقترب من الرجل يصغي إليه، فإذا بالمعاني راقية تدل على صلاح قائل الكلمات ومؤلف القصيد. سأل سيد الحاج مبروك عن مصدر هذا الشعر الرفيع، فأجاب الرجل: إن هذا القصيد لأحد رجال الطريقة العلوية. في هذه اللحظات ارتسمت في ذهن سيد الحاج المبروك صورة رجل طويل القامة كث اللحية صاحب عمامة بيضاء، كان يراه من وقت لآخر في نهج الباي بسوق البلاغجية بمدينة صفاقس. إنه سيدي المرحوم البشير العبيدي رحمه الله وبرد ثراه. اتصل به واتفق على موعد للقاء ومقابلة السادة الفقراء في غرفة سيد الطاهر طقطق رحمه الله. وأصبح سيد الحاج المبروك منذ ذلك اللقاء شغوفا بالعلم محبا للعلماء، يدخل الجامع الأعظم بصفاقس ويجلس في حلق الدروس يدون ما يلقيه بعض المشائخ. كان يلتقي بالصف الأول للجماعة بسيد حسون عبد الهادي والد سيد الحاج الطاهر عبد الهادي رحمه الله ووالد سيد إبراهيم عبد الهادي رحمه الله. تكونت في تلك الفترة بين الرجلين صداقة ومحبة في الله، وأصبح سيد الحاج المبروك من الأصدقاء الخلص لسيد حسون عبد الهادي، لا يتخلف عن قضاء السهرات في البيت الذي خصصه سيد حسون في محله الفقراء وأسماه بيت السهرة. وصادف في ذات الليلة أن كان الاجتماع بجمع من بعض الفقراء السياح منهم سيد الحاج فضيل رحمه الله. وبعد الذكر والمذاكرة كانت اللحظة الفارقة التي خاطب فيها سيد فضيل سيد المبروك وقال له: تقدم خذ الطريق. ولم تكن الفرصة لتفوت، فقد مد سيدي الحاج مبروك يده على بركة الله وانضم إلى صفوف فقراء الطريقة المدنية منذ سنة 1948. سيد الحاج مبروك في تلك اللحظة وبعدها شعر بتحسن ملموس في الحالتين المادية والمعنوية، فأدى فريضة الحج. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقت رجع من الحج استقبلناه في ساقية الداير، هو يسكن في ساقية الداير في صفاقس، ولكن عندهم الزاقة متاعهم تقريبا نص كيلومتر. استقبلناه في الشارع الرئيسي في طريق المهدية وقت نتفكر، ودخلناه حتى لداره بالقصايد وبالمدح وبالهيللة حتى دخل الدار. ثم تزوج بإحدى كريمات سيدي المرحوم حسون عبد الهادي. أذن سيدنا الشيخ وقال راهو باش نمشيو لعرس الحاج المبروك. مشينا على البساكل احنا من شراحيل. العبد الضعيف، سيد الحاج الصادق المعلال، سيد الحاج حسن بن حسين، سيد محمد عيفة، سيد أحمد حمادي. هم مشينا مع بعض 5 بساكل ومشينا قعدنا 7 أيام في صفاقس. حضرنا على العرس. ليلة العرس متاعه هزونا للبيت متاعه اللي باش يعرسها، وبداوا جابوا له القوارص واللفحات وبداوا يفوحوا فيه وينظموا، واحنا نذكروا ويصلوا على بدر تمام ويا محمد يا نبينا، حتى لين تمينا ولبس الكسوة بتاعه وطلعناه. ومعنا سيد شيخ والفقراء من هذا دايرين بيه وسط البيت مليانة. وأنجب منها محمد سنة 1953، والمنور سنة 1954، ومحمد المداني سنة 1960، وجلال الدين سنة 1963، ونور الهدى سنة 1965. كما تزوج ثانية بعد وفاة زوجته الأولى وأنجب بنتا واحدة اسمها فاطمة. أجل الصفات وأحسن الصفات اللي ربحناها هي الصدق والأمانة هذه، والحمد لله بدون فخر نمتاز بها أبناء الكل. الصدق والأمانة
علمنا الاعتماد على النفس وحب طريق ربي سبحانه وتعالى، لأنه كان صادق في الطريق. وبذلك يكون سيد الحاج المبروك قد انضم إلى الطريقة المدنية، وأصبح من الثابتين من ذوي الصلاح والتقوى، وأصبح من الفقراء المستقبلين لسيد المرحوم الشيخ محمد المداني رحمه الله عند زياراته المتعددة لمدينة صفاقس. وفي إحدى الجلسات في جلسة خاصة قال الشيخ محمد المداني لسيد الحاج المبروك ولسيد بشير العبيدي: عليكما بالحديث الشريف. كانت إشارة فهم منها سيد الحاج المبروك أن ذلك إذن للاهتمام والعناية بالأحاديث النبوية الشريفة ونشرها بين الباحثين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وبذلك أصبح سيد الحاج المبروك مرجعا في الأحاديث النبوية على روايات الأئمة مالك ومسلم والبخاري، ومن ثم تعلقت همته على التعرف على صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجمع حياة البعض منهم في مؤلف أسماه حياة الصحابة، وكتب بعد ذلك رسالة أسماها اليقين في تجنب سبيل الكافرين، تتضمن إنكاره على من اقتدى بالكفار في أعمالهم أو عاداتهم أو تقاليدهم. ثم جمع في كتاب آخر بعض خصال الخير أسماه إنارة السبيل لمريدي خصال الخير، ومن تآليفه أيضا رسالة العفة في حياة أهل الصفة، فهي منظومة جمع فيها على الحروف الهجائية أسماء أهل الصفة طالعها: قال الهاشمي شهر المبروك المدني باسم الإله ذي الجلال أبتدي. كما كتب كتابا سماه البرهان في فضل ذكر الرحمن. ويعتبر سيد الحاج المبروك من أبرز من جمع آثار الشيخ محمد المداني، من ذلك جمع الحكم المدنية سنة 1950 مشاركة مع أخويه الفقيرين المرحومين سيد الحاج الطاهر عبد الهادي وسيدي محمد طقطق، بعد أن استخرجوا ما يناهز 100 حكمة بليغة جاءت مبثوثة في مؤلفات المنعم الشيخ محمد المداني في كتاب سمي تحفة الذاكرين بمحاورة وحكم العارفين. هذا الكتاب حظي بشرح سيد الحاج مبروك إياه في كتاب سماه كشف الأنوار والدرر فيما احتوت عليه الحكم، فسر فيه بعض الحكم الواردة في كتاب تحفة الذاكرين. كما أيضا كتب كتابا سماه المشوقات لما وقع لبعض الصحابة من النوادر والكرامات، تضمن النوادر والكرامات التي ظهرت على أيدي بعض الصحابة، وعددها بعدد حروف الأبجدية، وواصل مجهوده في هذا التأليف إلى حدود حرف النون. رغم أنه اختصاصه في التجارة كان ما يفرقش المطالعة، حتى في الدكان تلقاه ديما قدامه ما يقرأ القرآن وإلا التفسير وإلا يطالع في الحكم وإلا يشوف بعض المسائل الفقهية. كان جا حد باش يشري حويجة وكي يطوي الكتيب ويبيع ويشري، وكان ما ثماش وكي يرجع للمطالعة. هذا الشيء اللي شفناه معناها عشناه من اللي احنا صغار. احنا كان لنا الشرف انه تربينا في احضان هالرجال العظام اللي سبحانه وتعالى اراد بهم خيرا، وقت اللي ساقتهم لطائف القدرة الإلهية إلى سيدي محمد المداني اللي أخرج منهم رجال وأبطال، رغم اللي لا كانوا لا علماء ولا قرأوا في مدارس ولا في كليات، بعض منهم حتى أمي. كان سيد الحاج المبروك شديد الولع بالقرآن الكريم حفظا وفهما وتلاوة، حتى أنه أوقف بيتا من بيوت منزله وأوصى أولاده بمواصلة سنة حفظ القرآن وترديده في هذا المكان،
ونهج أبناءه على هذا السير إلى يوم الناس هذا، وخاصة في ليلة 20 من شهر رمضان، ليلة ولادته. خلى بيت الله يرحمه قال هذه كما كنت أنا نعمل نحبكم تواصلوا البيت، هذه لا تتباع ولا تتشرى، أولا هذه خارج الإرث، خلاها لي قراءة قرآن فيها في رمضان وتختموا ليلة 20، لأنه الله يرحمه كان يختم الختم ليلة 20. علاش ليلة 20؟ لأنه هو ولد ليلة 20 رمضان. هو كانت عنده ليلة 20 نهار 19 رمضان، كانت عنده بيته في داره يقولوا لها بيت القرآن، نمشي في حياة الوالد وحياته هو موجود، ويجوا الفقرة ويجوا وليداته ونقوموا بالختم نتاع القرآن ليلة 20. الحمد لله يكون ختم مميز، مش كما الأختام اللي نعملوهم في الديار الآخرين، لأنه فيه الختم والدعاء، بعد نعملوا القصائد باش نطبعوها، صلوا على بدر التمام ونعملوا الحضرة إذا كان قوى الحال. الحمد لله الشيء اللي نفرحوا فيه أنه السنة هذه ما زالت موجودة، ما زالت متواصلة إلى الآن. لا يتغيب سيد الحاج المبروك عن الاجتماعات مع السادة الفقراء البتة حتى حين يكون مريضا. يقول: لن أنقطع عن الاجتماعات لأن فيها شفائي. وكان حتى كي يكون مريض ما ثماش ليلة اللي ثم الاجتماع وشنو ذلك، سبحان الله. حتى الوالدة الله يرحمها والناس كل يقولوا انت صحيته، يقول لهم انا مش نمشي تو، مش نمشي نبرأ، ويرجع ما شاء الله. فوق السماء ترفع إن شئتم، فوق السماء ترفع ظل لمن تهوى له وتخافوا، وإذا أردتم بجماله تتمتعوا عن الخضوع بلا حبه للطريق وللفقراء مما يعجز اللسان عن وصفه، وخاصة حبه لسيد البشير العبيدي رحمه الله وسيد الطاهر عبد الهادي وبقية الفقراء. لم تكن علاقة سيد المبروك بالحاج بشيخه المرحوم محمد المداني علاقة سطحية، بل كانت عميقة عمق القلوب الصادقة، ولم ينقطع حبل التواصل حتى كانت الساعات الأخيرة من حياة الشيخ المداني رحمه الله وهو في المستشفى بمدينة سوسة. زاره سيد الحاج المبروك زيارة الوداع الحبلى بالوفاء والمحبة والدموع الرقراقة. ودليل على ذلك عند الوقت اللي انتقل للمستشفى سوسة، قبلها بنهارين ولا بثلاثة قبل الانتقال مشيت وزرته وقعدت بحث في السبيطار. آخر كلمة يقول لي آخر لقاء معك، هذاك آخر لقاء. قبلها بنهارين ولا بثلاثة، قلنا ليلة ولا اثنين في الوتيل، ونمشي ونجيو لسيدنا الشيخ. المخرج قال لي سيدي مبروك طعام، قال لي تسرح ونمشيو للزاوية وقول بن مبروك يرد بالنا على الزاوية. هذه آخر كلمة سمعتها من سيدنا الشيخ. سيدي ربي الله لا يبكيك، إن شاء الله دموع رحمة. إن شاء الله دموع رحمة. الله يبارك فيك، الله يجازيك بخير. إن شاء الله دموع رحمة. إن شاء الله حال عليك وعلينا إحنا وعلى الفقر كله. عاد هذه مش باهية، ما هذه باهية دموع رحمة. قص الرجال كلك ابكي ما تعمل دموع رحمة، هذيك كان الرحمة والخير. الله يجازيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رحمة الله للناس أجمعين. سيد الحاج مبروك بالحاج من مدينة صفاقس، من السادة الفقراء الصادقين المخلصين. سيد الحاج مبروك بالحاج من العارفين بالله حق المعرفة. سيد الحاج مبروك بالحاج من الذين ذاقوا التصوف الصافي تجلى في وارداته الربانية ومذاكراته العلمية. سيد الحاج مبروك بالحاج ثبت على مسيرته في عهد شيخه وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، مواصلا أوراده ومحبته لأهل الله عامة
ومواصلا زاويته وزيارة ضريح شيخه إلى أن لبى نداء ربه بنفس راضية مرضية وهو يؤدي صلاة الصبح حاضرة. متعه الله بالنظر إلى وجه الله الكريم وشفاعة السيد السند العظيم عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وذات يوم رطيب شتائي يوم 28 ديسمبر 1998 جاء أجله وهو في المصحة في لحظات أخيرة. كان موعده مع ربه وهو يصلي صلاة الصبح، وكست محياه إشراقة من يرجو الله وحسن ثوابه، وتفتحت أبواب السماء لتستقبل في حبور روح سيد الحاج المبروك الذي لا تزال تذكره الأجيال وتذكر صدقه والولاء الثابت رحمه الله.